السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم أكلة ماما. هنعمل مع بعض النهاردة ناجتس الدجاج البجد خطير. مكونات بسيطة جدا، بصدر فرخة واحدة قدرت أعمل كمية ما شاء الله كبيرة، عملت منها وفرزرت منها كمان. نقول بسم الله وهنبتدي بالمقادير. معايا صدر فرخة مفروم، ممكن تزودي وراك لو حابة، انا عاملة بصدر الفراخ. ضفت عليهم معلقتين من النشا علشان ما تكشش معايا، وضفت معلقتين من لبن البودر. اللبن البودر حلو جدا وطعمه بيفرق جدا. وكمان مرقة معلقة صغيرة من مرقة الدجاج الفورية، وحوالي 90 جرام من خلطة الدجاج المقرمش، حلوة جدا وفيها كل التوابل، مش هتحتاجي تضيفي اي توابل تانية. ومعلقة كبيرة من الصويا صوص. وقلبت بقى كل الكلام ده. طبعا انا لا محتاجة توابل ولا ملح ولا اي حاجة، لان انا خلطة الدجاج المقرمش معايا او الفيجيتار حلوة جدا وفيها كل التوابل اللي انا محتاجاها. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. وانتي لو مش حابه تضيفيها ممكن تضيفي بقى توابل بتاعتك بقى، البابريكا، الثوم البودر، البصل البودر، الكزبره، التوابل دي، لكن دي بتغنيكي. هنقلب الكلام ده كله بقى يتماسك كده مع بعضه. وهنجيب بقى عندي الخلطة الحلوة دي، وعلى الصينية كده او حاجة مسطحة، وهبتدي ان انا احط كيس من البلاستيك او ورقة زبدة او كيس نايلون، زي ما استرتش زي ما تحبي. وهبتدي بقى افرد الخلطة معايا كده كويس جدا، بحيث ان يكون سمكها واحد، ما يكونش عندي حاجة سميكة وحاجة ارفع، لا سمك واحد. وبعد ما حاولت اعملها مستطيلة على قد ما اقدر او مربعة، بحيث ان انا متهدرش معايا حاجة خالص. هبتدي بقى اقطعها بالطول وبالعرض، يعني مربعات كده بالحجم اللي تحبيه، وسط صغير كبير براحتك خالص. لكن يعني الناجتس ما بحبش يكون كبير قوي. وبعد ما قطعته انا شمعته في الفريزر، ممكن نص ساعة ساعة زي ما تحبي، بحيث انه تقطيعه هيكون سهل. انا حطيته حوالي تلت ساعة وتقطع معايا عادي، مش اي مشكلة خالص. قطعته بقى، وبعدين عملت البيض. ضفت عليه فلفل اسود بس، ما ضفتش، او لو عندك فلفل ابيض يكون افضل. ما ضفتش ملح. انا اكتفيت بالملح اللي موجود في خلطة التوابل بتاع الفراخ اللي هي الفيجيتار. ومنه بقى للبقسماط الخشن اللي انا جايباه من عند العطار، واستخدمناه في الستريبس قبل كده. وفرمته بحيث ان هو يكون يعني مش ناعم قوي ومش خشن قوي. ممكن تستبدليه بكورن فليكس، وممكن تستبدليه ببقسماط ناعم براحتك خالص. وممكن نعمل الخلطة بتاعت ماكدونالدز، هعملها لكم في فيديو تاني ان شاء الله. نزلنا بقى من البيض للخلطة البقسماط. انا عدت مرتين، يعني من البيض للبقسماط ورجعته للبيض والبقسماط تاني، عشان اعمل كفر، يعني يكون كفر كده سميك وحلو عشان الاطفال يحبوه. لو حبيت تعمليها من مرة واحدة برضو مفيش اي مشكلة خالص، في النتيجة يعني متشابهة، وفي الاخر ان شاء الله يديكي نتيجة حلوة قوي. دي بقى الكمية بتاعتي كلها بعد ما عملتها. يعني شايفين ما شاء الله كل ده من صدر فرخة واحدة، ما شاء الله. عملت كمية حلوة قوي. عملت منها الغدا وفرزرت منها كمان. بعد بقى ما انا كنت خلاص دخلتها الفريزر من بالليل، هتطلعيها لو انتي فرزرتيها قبلها بنص ساعة، علشان تبتدي تفك شوية فتستوي معاكي. مينفعش تطلعيها متجمدة على الزيت على طول، ممكن من جوه ما تكونش مستوية كويس ويبقى قلبها طري. لو طبعا هتستخدميها على طول من غير فريزر خلاص مش مشكلة خالص. ابتديت بقى انا طلعتها حوالي نص ساعة تفك معايا، وعلى الزيت بقى على طول. ما بتاخدش وقت خالص، يعني يا دوب كده بتاخد بس اللون الذهبي كده لطيف معايا، وبتكون استوت. هي مش تاخد معاكي وقت. هي البيض كمان عمل لها يعني هنقول ايه، يعني نفشت كده معانا، ادت حجم متضاعف. كمان البيض ادالها حجم حلو قوي. كانت طالعة هشة ومن بره مقرمشة، ومن جوه طرية وتحفة. يعني طرية جوسي لكن مستوية طبعا، وكانت حلوة جدا.
هي مش تاخد وقت وبتاخد لون على طول، ممكن حوالي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير قوي بتكون استوت من على يعني من على الجنبين الاتنين وزي الفل. انا حتى كمان معايا اخدت لون زيادة شوية يعني. ممكن كمان نطلعها قبل ما تاخد كمان يعني ذهبي كمان، يعني اللون اقل من كده زي ما بتحبي بقى، بتحبي الحاجة السوا ده حسب الرغبة، حسب ما انت بتحبي. لكن هي في الغالب يعني ما بتاخدش وقت خالص وبتكون جاهزة طبعا. مع دخول المدارس بقى الناجتس شيء اساسي في اللانش بوكس. فان شاء الله هعمل لكم فيديو برضو قبل دخول المدارس بكل الحاجات اللي احنا محتاجينها بقى، ناجتس، ستريبس، برجر، كل حاجة اللي احنا بنحتاجها في اللانش بوكس ان شاء الله. ممكن بقى تعمليها مع مكرونة، تعمليها مع رز بسمتي، تعمليها يعني زي ما بتحبي تاكليها عادي، رز ريزو زي ما بتحبي. انا عملتها مع مكرونة بالخضار والصويا صوص والفراخ، كانت حلوة قوي. ان شاء الله اعملها لكم في فيديو جاي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتكم أكلة ماما. واشوفكم في فيديو جاي على خير ان شاء الله. سلام.